يعني انا بتعامل لما اكون بتعامل مثلا مع، يعني في العلاقة مثلا مع واحد، انا لازم اكون عارفة ان طبيعة الراجل مثلا في كذا كذا كذا، فانا طبيعي ما ينفعش اتعامل معاه واتوقع غير الحاجات اللي هي مكتوبة في الكتب. لما يقولك ان الراجل ما ينفعش يركز غير في حاجة واحدة، اوكي، ما ينفعش انت تيجي كل ما هو يقعد معاك ويكون مش عارف يركز معاك، وجاي له مثلا ايميل شغل ولا تليفون مهم، وانت عماله تقولي له مثلا انت مش مركز معايا، انت مش معايا، والكلام ده كله، انت كده غلط. لازم يكون متقبله ان ده طبيعه الراجل ده، كذا كذا كذا، او طبيعه الرجاله بشكل عام. وده هنا بتيجي نقطة مهمة جدا، حتة القراية. مهم ان احنا نقرا عن طبيعة الراجل وطبيعة المرأة علشان نعرف نتعامل مع بعض. بالعكس برضو لما مثلا الست من الناس الانفعالية، الستات كائن انفعالي، فما ينفعش انت لما هي تيجي مثلا قاعدين مع بعض وتغير مثلا عليك، او شافتك باصص لواحدة او اتكلمت معاك، ما ينفعش انت تقعد تتأفف كل مرة، يوه انتي بتعملي، انتي بتتكلمي. لا، تقبل طبيعتها، تقبل طبيعتها. ما ينفعش ان انت هتاخد كائن، انت مش هتتجوز راجل، او انت مش في علاقة مع راجل مش هيغير مثلا عليك. هي طبيعة المرأة كده، وهكذا. انا بقول امثله، يعني ممكن تكون امثله صغيره في النص، بس انا بحاول اديكوا يعني رؤيه للي قصدي عليه. قصدي ان احنا نتقبل بعض زي ما احنا، ونتقبل ان اللي قدامنا فيه عيوب وفيه مميزات. الكلام ده كله هيخلينا نعيش احسن ونعيش بتوازن وننبسط في علاقاتنا مع بعض.